أنا شمس. أنا كنت بحب واحدة اسمها نور. كان في ما بيننا وما بين بعض قصة حب كبيرة قوي. للأسف الشديد جدا أنا ونور حصل ما بيننا علاقة غير شرعية. ومن بعدها نور مسكتتش، قالت لأهلها وبدأوا يضغطوا عليا وقالوا لي هتتجوزها، يا إما هنعمل وهنسوي فيك. وفعلا ما لقيتش قدامي غير حل إن أنا أكتب عليها واتجوزها، ولكن كنت مجبر على الجوازة دي، وخصوصا إن أنا سمعت صحابي بيقولوا عليها كلام وحش. المهم يوم كاتب كتابي أنا ونور للأسف سمعت حد من صحابي بيقول لي هو أنت لبستها يا معلم. واللي حصل كالآتي: قبل كتب الكتاب للأسف الشديد جدا نور ضغطت عليا جامد جدا. أمها عندها 58 سنة، ولكن أقحمتني بكل طلباتها لنور. كتبتني على شقة في زايد غالية جدا، وكمان طلبت مني مؤخر كتير قوي، وطلبت مني شبكة ب100,000 جنيه. وأنا كنت مجبر إن أنا أعمل كل الكلام ده يا إما هتفضح في كل حتة. ويوم كتب الكتاب نور هي بس اللي كانت فرحانة، وانا الحزن كله كان باين على وشي. واحد من صحابي وطى وقال لي انت لبستها يا معلم. المهم الجوازة تمت وكل حاجة تمام، وحصل ما بينا خلافات كتير قوي بعد 20 يوم. بس من بعدها انا كنت تعبان قوي. رحت كلمت اختي في شقتها اللي في الزمالك شيرين، قلت لها انا جايلك دلوقتي يا شيرين على شقتك علشان عايزة اتكلم معاكي. بعد ما وصلت لها قلت لها انا مش قادرة اكمل الجوازة دي. قالت لي اهدى وعدي المواضيع دي على خير. قلت لها لا، انا تعبان ومخنوق ومش مستحملها هي ولا امها، وهي اللي قررت ان انا اعمل كده. انا تعبان، انا حاسس ان انا كل حاجة بتروح مني. انا حتى الشقة اللي جايبها والحاجات اللي بتجيبها دايما استنزاف مني مادي جدا. انا تعبان ومخنوق وملقتش قدامي غير وانا برفع سماعة التليفون على نور وقلت لها ازيك يا نور عاملة ايه. قالت لي ازيك يا حبيبي. قلت لها يا نور انا محتاج لك تجيلي انت ومامتك على شقة شيرين اختي اللي في الزمالك، كنت عايزة اتكلم معاكوا شوية. وفعلا استدركتها لحد هناك. اليوم ده قبل ما يجوا هي ومامتها طلعت انا الشقة عند شيرين ودخلت عليها وفي شنطة في ايدي، ودخلت على اوضة النوم حطيت الشنطة دي جوه. اختي سألتني وقتها ايه الشنطة دي، قلت لها فيها حاجات بتاعتي وبتاعت الشغل. وفعلا نور جت هي ومامتها واستقبلتهم عادي جدا وقعدنا مع بعض، وبدأ النقاش ما بينا يحتد. ونور كلمة منها على كلمة مني قلت أدبها عليا، وما لقيتش نفسي غير وانا بقول لها هقتلك يا نور. في اليوم ده نسيت اقول لكم ان جوز اختي كمان كان موجود معاها في نفس الشقة، وهو اللي كان جاي عشان يتوسط ما بيني وما بين نور، عشان يهدي الخلاف اللي ما بيننا. طبعا لما نور قلت ادبها وصوتها عالي قلت لها انا ما بقتش قادرة اتحمل الطريقة دي. قلت لها يا نور هدي اللعب هقتلك. قالت لي اللي عندك اعمله. ما لقيتش نفسي غير وانا داخل على اوضه النوم وفتحت الشنطه وكان جواها سلاح انا مجهزه، وخرجت بالسلاح ووقفت في نص الصاله. لقيت جوز اختي جاي داخل عليا بيقول لي ايه اللي بتعمله ده يا شمس. قلت له ارجع ورا ارجع ورا. قال لي يا شمس اهدى هتودي نفسك في داهيه. قلت له مش مشكله، ما انا كده كده رايح في داهيه. طبعا وقتها جوز اختي حاول يحوشني، بدأ الخناق ما بيننا يشتد وكمان صوته بدأ يعلى. لقيت نفسي بضربه بالسلاح، الطلقه جت فيه وقع على الارض. لقيت شيرين اختي بتصوت ومنهارة. قلت لها وانتي كمان كنت السبب في اللي حصل لي. وضربتها بالنار وقعدت جنبهم هما الاتنين بصوت وبلطم ومش عارف ايه اللي انا عملته ده. قتلت جوز اختي واختي في نفس اللحظة. الاتنين ما بيتحركوش. طبعا نور جمعت اعصابها وبعتت رسائل لاختها في المنصورة وقالت لها الحقيني بسرعة، انا مخطوفة انا وماما في شقة شيرين اخت شمس اللي في الزمالك، تعالي هنا بسرعة. طبعا اختها بلغت الشرطة، وبعد ما وصلوا لقوني خلصت على نور وامها وقلت لها انت السبب انت وامك في اللي حصل. ضربت نور طلقات مختلفة وضربت امها طلقة واحدة، ومن بعدها كمان قررت اخلص على نفسي وضربت نفسي انا كمان بالنار. وبكده اكون انهيت على اسرتي كلها وعلى نور وامها علشان نرتاح كلنا مع بعض. ما هو كده كده كانت حياتي جحيم، فجحيم بجحيم اخترت ان انا اموت نفسي.